اليوم سنبدأ بشيء مذهل بحضور أكثر من 80 ألف متفرج. اسمعوا الرقم 80 ألف. لا هي مباراة على كأس العالم ولا هي مباراة على نهائي بطولة أفريقيا. 80 ألف حضروا في ملعب 5 جويلية في العاصمة الجزائر ليتابعوا لقاء المنتخبين الجزائري الأولمبي مع شقيقه الفلسطيني. المباراة تبع عمار علي وردود الفعل عليها من قلب الحدث رفقة مراسلنا رفيق مخروش. بلادي هي الجزائر عندما تقف الكلمات على أطراف اللسان ولا يمكنها المرور فاعلموا أن الصورة أكبر من الأحرف ونقاطها، ونقطة على رأس السطر كتبتها الجزائر آلاف المرات قبل يومنا هذا، وهي الآن تعيد نطقها من جديد. نذوب حبا في ترابك يا فلسطين. مختصرين المسافة وكأنهم لم يغادروا أرض فلسطين، وطئت أقدام الفدائيين أرض الشهداء في ودية تاريخية احتضنها ملعب الخامس جويلية، واحتفت الجماهير الجزائرية الحاضرة بالأشقاء في صورة تعكس عشق الجزائرية لكل ما هو فلسطيني. نرحبوا بالمنتخب فلسطين، نرحبوا بخاوتنا راهم في بلادهم الدوزيام، حنا ماناش مأمنين باللي راهم هنا بيناتنا، وان شاء الله ثاني من ليكيب تاعنا ان شاء الله ثاني يروحوا ان شاء الله يلعبوا في رام الله، وان شاء الله يلعبوا في القدس ماشي غير في رام. لم يسبق في التاريخ أن ساند جمهور منتخبا منافسا لمنتخب بلده، غير أن هذا يحدث فقط في الجزائر وفقط من أجل فلسطين. حتى وإن عرفت المواجهة فوز منتخب فلسطين بهدف دون رابع، بلادي إلا أن الفائز الأكبر هي الجزائر التي ميزت لقاء الإخوة بعد طول انتظار. بون الماتش تاع اليوم كيما شفتوا on a fait une bonne prestation مع لا بالستين، ربحونا مبروك عليهم، وان شاء الله نريحوا خاوه سوليدار هكذا ان شاء الله يا رب. مباراة تحضيرية قمنا بها امام المنتخب الشقيق الفلسطيني، دي مباراة اللي جرت في روح رياضية عالية. صحيح، جماهير جزائرية جماهير رائعة، اثبتت اليوم قد ايه حبها لفلسطين للقضية الفلسطينية. شفنا قد ايه الجماهير شجعتنا وساندتنا في المباراة، نوجه لها الشكر ونأكد لهم انه احنا برضه بنحب الجزائر وشعب الجزائر، ان شاء الله نضلهم معنا بالقضيه الفلسطينيه. مباراه تاريخيه لانه احنا لعبنا ضد منتخب الجزائر، منتخب قوي يمتلك لاعبين على مستوى عالي، ولعبنا تحت جماهير يعني 100,000 متفرج. بصراحه جماهير تشجع ضد منتخبها، بصراحه هذا شيء رهيب إلنا كلاعبين وكمنتخب فلسطين. هذا اعطانا دافع قوي ان احنا نقدم مستوى جيد في المباراه، والحمد لله حققنا الفوز. الاداء والنتيجه فان المباراه التاريخيه بين الجزائر وفلسطين ستظل اجمل ذكرى بين منتخبين بعدت بينهما الجغرافيا ووحدتهم الرياضه اليوم على ارضيه ملعب الخامس جويلية. والله ابو كرم يمكن الكلمات يعني تعجز تعبر عن هذا الحدث اللي هذا اليوم، يعني مباراة ودية بين قوسين، ودية و80 ألف متفرج، يعني لو كانت رسمية. بعدين يعني بصراحة اليوم المناسبة هذه وبين يعني منتخبين الشعبين الشقيقين، يعني أنا أقول عيد، احتفال عربي كرنفال عربي. أنا ذهلت الحقيقة لما قبل المباراة شفت الجماهير وكانوا يتحدثون المعلقين والمحللين على الجزائرية رقم 3، ذهلت من كمية الجماهير. 80 ألف متفرج في مباراة الحي يحييك والميت يزيدك خبن. مباريات عندنا نهائي ما حضرها ولا 20 ألف. شوف هذا الجماهير اللي تبرد الكبد، هذه الجماهير اللي تحمس اللاعبين، هذه الجماهير اللي ترفع الراس. الجزائر بلد رائع، انت زرتها ولا زرتها، وكل محب عربي يبي يستمتع يروح لهذا البلد الجميل، البلد الكريم. فنقول شكرا للجزائر ونرفع لهم القبعة احترام على ما عملوه مع الاخوة الفلسطينيين ومع العرب كلهم. وتضحياتهم اكبر دليل، اكبر من كلامنا وشهادتنا عنه. في المطار وعلى الاستقبال كانوا مئات، وفي ارض الحدث تبسمروا آلافا مؤلفة. ولو وسعت المدرجات مليونا لما تأخروا في الحضور، ففلسطين في دارها وليست ضيفا أبدا. وهذا نشيدها يغنى من المحاربين أنفسهم.
المباراة وإن كانت ودية تحضيرية للطرفين، خصوصا فلسطين التي مزجت بين الأولمبي وبين منتخبها الأول الذي تنتظره التصفيات الثنائية المؤهلة لآسيا وكأس العالم، فإن المباراة عرفت طعم القوة بين الأخوين، حيث أهدر الفدائيون كما غير قليل من الأهداف أمام المرمى تسيدها اسم كان سجينا في سراديب الاحتلال، واليوم وحر طليق يمتعنا بكرة القدم. سامح مراعبة أهدر بالأول وأصلح الأمور بالثاني، وثاني وثالث ورابع وخامس. أتحداكم أن تجدوا ردة فعل كهذه والهدف في مرمى الجزائر وجمهورها يهتف للمسجل. انتهى دور الفدائيين وحل بيننا المحاربون في تقديم أنفسهم كمنتخب وصل إلى ريو دي جانيرو في نهائيات كأس العالم للمنتخبات الأولمبية، حيث أعطونا دروسا وفنا صحراويا، إلا أن الحظ لم يحالفنا لنرى هدفا قد يفرح له الفلسطينيون، مثلما صار العكس بالبصمة الفائتة. ولا فائت ولا خاسر، فهذه اللقطات ستبقى عالقة في أذهان الطرفين ما دامت فلسطين في قلوبنا. عمار علي، صدى الملاعب. فلسطيني يا فخر العروب، فلسطيني يا غالي، اسم العرب بين العالم نضوي كل الليالي، اسم العرب بين العالم نضوي. من قلوب جزائري الشهداء والثورة إلى جميع قلوب فلسطيني المقاومة والنضال، تعانقت الجماهير الجزائرية والفلسطينية وصدحت آلاف الحناجر بفلسطين الشهداء. في يوم الشهيد الجزائري أرادت الجماهير الجزائرية الترحيب بالمنتخب الفدائي في أكبر صرح رياضي بالجزائر. هذا حفل بيعطينا احنا كثير 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 ان الواحد يعتز بانتمائه لعربيته، وهذا ليس بجديد لا على الجزائر لا حكومة ولا شعبا. واعتقد انه هذا حفل كروي ولكن له تعبير كثير. الجزائر وفلسطين شعب واحد، وهذا العرس الكروي هو تعبير عن الروح الوطنية الجزائرية تجاه الشعب الفلسطيني. طبعا احنا كثير مبسوطين، وهذا الاشي بدعم وبدعم القضية الفلسطينية اكثر. شكرا لكل الشعب الجزائري والجماهير الجزائرية، احنا كثير مبسوطين وحبنا لنا كبير، يعني احنا ما كنا نتصور الحب اللي قد كبير لنا، واحنا بنحبكم بالزيادة. مباراة تجاوزت طابعها الرياضي وتشبثت برمزية المكان والتاريخ والمنافس، اعتزازا وافتخارا بالقواسم التاريخية المشتركة التي تحتفظ بها الذاكرتين الجماعية للشعبين الشقيقين. وكما اقول لك ان شاء الله هذه رساله ان شاء الله للسلطات، ان شاء الله كاع يتوحدوا العرب، نتوحدوا كفايه الفوتبول، توحدنا نزيدوا نتوحدوا في السياسه، وان شاء الله نحرروا فلسطين. في مباراه اخويه ما بين الشهداء فلسطين والجزائر، والان منتخبنا الفلسطيني متأهل على المنتخب الجزائري، هدف لصفر. تحيا فلسطين ظالمه او مظلومه، في فلسطين في الجزائر. عربون محبه واعتراف للشعب الجزائري لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل قضيته، مقابلة تاريخية تضاف إلى سجل التاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين. رفيق بخوش، صدى الملاعب، الجزائر. 1000 مليون تريليون تحية للشعب الجزائري. أنا زرت الجزائر، حقيقة شعب رائع جدا، برد شديد، ويجي 80,000 ويزقفوا للفريق يعني الفريق اللي عم يسجل فريقهم.
قديش بتحس انه الجزائر وفلسطين واحد. فعلا الشعب الجزائري من اكثر الناس حبا وعشقا للشعب الفلسطيني، يمكن لانه قدموا 1.5 مليون شهيد. ابو عوف ننسى المباراه بس صحيح. الجو مصطفى، يعني هاي ما كانت مجرد مباراه، وكانت يعني احتفاليه جميله جدا من الشعب الجزائري تكريما للاخوان الفلسطينيين. وانا اقول شكرا لمنظمي المباراه بالدرجه الاولى اللي نظمت هذه المباراه على هذه الشكليه وبهذه الطريقه. شكرا لجمهور الجزائر اللي حضرت بهذه الكميه وتشجع المنتخب الفلسطيني في هذه شوف الفرح من الفلسطينيين.